بالنسبه لإيناسيو بقى، شايف ان الافضل ليه ان هو يامن وسط ملعبه ويلعب بثلاثه طبعا في وسط الملعب، ولا الافضل ليه ان هو يهاجم نادي الاهلي من بدايه المباراه؟ بص يا شيماء، خلينا نتكلم بصراحه. يعني انا شايف ان ايناسيو بدءا من ماتش اهلي طرابلس اللي فات، يعني انا شايف ان المستشار مرتضى منصور كان ليه تدخل كبير جدا في خطه لعب فريق الزمالك وفي التشكيل اللي هو ده بدا بيه. يمكن ايناسيو ما كانش بيلعب خالص براسين حربه، لكن واضح ان المستشار مرتضى كان دايما بيطلب اللعب براسين حربه، وفعلا بدا ماتش اهلي طرابلس براسين حربه. فاعتقد ان المستشار مرتضى بدا يتدخل بشكل قوي في تشكيله الزمالك، وواضح ان ايناسيو بدا يستجيب ليه. فبالتالي انا شايف ان هو ممكن يكون ليه برضه دخل في مباراه بكره، وان كنت لا يعني الزمالك لازم يامن لان هو بيلعب فريق قوي. فريق النادي الاهلي بطل الدوري، ماشي بشكل كويس جدا. فاعتقد لازم الزمالك يكون عنده تامين دفاعي بكره. لما لعب قدام اهلي طرابلس خطه هجوميه وكان 2 راس حربه وراهم 2 يمكن جناحين اطراف، الزمالك تاثر وفقد نص الملعب وتعادل 2-2 وخرج من البطوله. فبالتالي التامين الدفاعي انا شايفه مهم جدا للزمالك بكره.